مؤخرا كده في الام سي يو بدأنا نشوف ظهور وتلميحات للنكسس بينجز، فتعالى كده مع بعض نشوف مين هما النكسس بينجز وايه هي قدراتهم واتصالهم مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك عشان يشوفوه. ومن غير رغي كتير يلا بينا على الفيديو بتاعنا، وده بعد الانترو. نكسس بينجز كائنات فردية نادرة وقوية جدا ولا يمكن التنبؤ بيها أو بأفعالها. عندهم القدرة على التأثير في الاحتمالات والمستقبل، وبيقدروا يغيروا التدفق الزمني. الكائنات دي بيتقال عليها إنها زي حجر أساسي للكون المتعدد، وهي ضرورية لتماسكه واستقراره. بيتم مراقبتهم بالقوات الكونية زي التايم فاريانس والتايم كيبرز، واللي ظهروا لأول مرة في الام سي يو في مسلسل لوكي عشان يبقوا على علم بأي تغيرات زمنية ممكن تحصل. كل كون في المالتيفيرس ليه كائن نكسس واحد بيجسد شخصية الكون ده، وبيبقى هو نقطة محورية أو مرسال للواقع ده. يعني مثلا سكارلت ويتش من إيرث 616، وكانج من 6311، وإيلين من إيرث تي ار ان 956، وهكذا. يعني النكسس بينجز دول بينهم علاقة تعاطفية غريبة. يعني لو واحد حس بألم شديد، المشاعر دي بتتنقل لكائنات النكسس التانية في المالتيفيرس. أولادهم بيبقى عندهم قوة كبيرة جدا بشكل ما يتصدقش. يعني مثلا اتقال إن ولاد سكارلت ويتش اللي هي المفروض النكسس بينج بتاع إيرث 616 هيبقوا أقوياء كفاية إنهم يهزوا الكون نفسه. النكسس بينجز ممكن يكونوا متشابهين، بس مفيش نوعين منهم يبقوا متطابقين. ممكن يكون في كائن التيميت نكسس بيكون بيأثر على كل الحقائق الممكنة في المالتيفيرس. إمورتوس اللي هو نسخة من كانج كان بيحاول يخلي سكارلت ويتش التيميت نكسس، بس هي في النهاية رفضت. طبعا كان في محاولات كتير للسيطرة على النكسس بينجز أو تدميرهم. في أحداث تايم كويك من مارفل وات إف ركزوا على النكسس بينجز في أكوان تانية، وإزاي التايم ماسترز جندت إمورتس عشان يتنقل ما بين الأكوان ويتخلص من النكسس بينجز. وفي شوية بقوا زي فرانك ريتشاردز بتاع إيرث 772، واللي نسخته العادية أصلا من أقوى الشخصيات في عالم مارفل، بس في كون 772 في وقت بقى التيميت نكسس. والتايم كيبرز عرفوا ده وكانوا بيحاولوا يحموه من التايم تويسترز. واللي ما يعرفش مين هما التايم تويسترز، فهم عبارة عن 3 كائنات انشأهم اخر مدير للتي في اي، والخطه كانت انهم يتنقلوا للمستقبل بالمعرفه اللي معاهم عشان يحسنوا المستقبل. بس هم اتولدوا معيوبين بايظين او مصنوعين غلط يعني، وبداوا يسافروا لورا ويخربوا بدل السفر لقدام لتحسين المستقبل. فيجن نسخه ايرث 90110، النسخه دي من فيجن كانت نكسس، وكان حاكم وقائد لكل البشريه في كونه، وحكم بعقلانيه ومنطقيه لغايه ما اتقتل على ايد التايم تويسترز. فينيكس نسخه ايرث 9250، النسخه دي اطلقت قوه الفينيكس وقتلت جوبلين كوين ودورمامو. اودن نسخة 9260، وده اللي محى التايم تويسترز من الوجود. وطبعا النكسس بينجز قدروا على احداث تدمير كبير للتايم كيبرز، وعملوا فوضى كبيره لدرجه ان يواتو ذا ووتشر اتدخل واشتغل مع التي في اي عشان يحافظوا على الاكوان المتعدده. في مره ذا ووتشر تلاعب بالافنجرز عشان يقبضوا على ليوناردو تيبت اللي هو نكسس بينج، واللي قوته هددت ان يحصل محرقه نوويه. وكان في نسخه من سكارلت ويتش اسمها لور، وكانت صياده للنكسس بينجز. سافرت اكتر من 10000 عالم، قتلت كل نكسس بيقابلها واستهلكت قوتهم. بس لما حاولت تستخدم القوه دي ضد سكارلت ويتش دمرت نفسها. في الفتره الاخيره ظهر تلميحات ان كائنات نكسس هتبدا في الظهور في الام سي يو. هنذكر شويه من الشخصيات دي وازاي اثروا على الواقع. يعني مثلا سكارلت ويتش واحده من اقوى الشخصيات في مارفل يونيفرس، قوتها بتستخدمها من كوز ماجيك، واللي بيسمح لها بتغيير الواقع. نتيجة لكده بتأثر على الاحتمالات بكل أشكالها، وتقدر بسهولة تعمل كل حاجة هي عايزة تعملها، زي ما أزالت قوة معظم الميوتنتس في أحداث هاوس اوف ام، وقالت جملتها الشهيرة No more mutants. وزي ما قلنا تعتبر نكسس بينج اوف ايرث 616، واللي بيمنحها اتصال مع الكون نفسه. النسخ التانية من سكارلت ويتش من جميع انحاء المالتيفيرس زي ايلين ولور كانوا نكسس بينجز برضه. نيجي برضه لكانج ذا كونكرا. ناسينال ريتشاردز هو واحد من اكتر اعداء الافنجرز المربكين، مسافر عبر الزمن من القرن ال30 من سلالة ريد ريتشاردز بس من بعيد حبتين. كانج من ايرث 6311 في عالم متقدم قوي تقنيا، وكبر عشان يبقى واحد من اعظم المخترعين واكثرهم إثارة في العالم. باكتشاف آلة الزمن بدأ كانج في إنشاء إمبراطورية عبر الزمكان، بس كان على طول أبطال إيرث 616 زي اللقمة في الزور كده. وعشان تقدمه التكنولوجي كانج يقدر يأثر على الحقائق كلها. ولسه في كلام كتير هنقوله في الحلقات الجاية عن كانج. بس كده دي كانت كل حاجة أقدر أقولها لك النهاردة عن النكسس بينجز، مع إن في كتير تانيين ممكن نبقى نتكلم عليهم بعدين زي ليوناردو تيبت ولور وإيلين وسايز نيج وميرلين. بس لو عجبك فيديو النهاردة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتتابعنا على بيج الفيسبوك بننزل عليها ميمز عن الكوميكس بقى وكده. وألقاك يا صديقي في فيديو جديد.